عشاق المنتجات الطبيعيه يجوا لي هنا من كتر جمال الحاجه. فعلا انا مش عارفه ابتدي بايه. انا اول ما الحاجه جات لي اول حاجه فتحتها اللبن البودر والكاكاو. كميه الجمال اللي في اللبن البودر حقيقي انا اول مره اشرب لبن بودر من غير ما بطني توجعني. وبعد كده لما سالت او قريت لقيت ان هو خالي من الجيلاتين. حاجه في منتهى الجمال. ريحته انا بشرب وانا قلبي كده، يعني بجد مش حاسه ان انا ما بقاش شايله هم ان انا فعلا معدتي هتوجعني. الكاكاو بجد، يعني بص قدامكم مفتوح اهو. آه، نص معلقه منه بجد يعني افضل من اي كاكاو انا اشتريته قبل كده. انا كنت متخيله ان الكاكاو كل واحد. لا لا لا، يعني مشروبات ساخنه بقى ويعني حاجه في منتهى الجمال بجد. وعن تجربه، يعني انا فتحت الحاجه علشان اجربها قبل ما اطلع اتكلم عنها. طبعا العسل، انا يعني افتحه تاني كده قدامكم كده عشان انا يعني من كتر جماله حبيت ادوقه. بصوا، فظيع. لون، تقل، طعم رهيب. انا حتى ابني لما داقه بيقول لي يا ماما هو احنا ما كناش بناكل عسل قبل كده؟ وهو اصلا عسل الشمر مكتوب عليه علاج للكحه والبلغم، طبعا الشتاء ومشاكل الشتاء، للقولون، موسع للشعب الهوائيه، لمرضى السكر، اللي عندهم جرثومه المعده، اللي عندهم مشاكل في المبايض. في ايه تاني؟ بيحسن الحاله المزاجيه. هو طبعا بيحسن الحاله المزاجيه. ده اسمه عسل الشمر، ماشي؟ عشان لو حد عايز يجيبه، لو ولادكو يعني بيجي لهم دور برد كتير. لا هو فعلا تحفه بجد. انا ابني بقول لك يعني ما باكلش العسل كتير، لما داقه قال لي ماما احنا ما كناش بناكل عسل. الشعير، تلبينه طبعا، يعني وصى عليها الرسول بجد. مش عايزه اقول لكم، انا عملتها بطريقتين والطريقتين احلى من بعض. كفايه ان هي غنيه بفيتامين بي 12، وطبعا يعني هي كاتبالك عليها علاج الامساك، الكولاجين، الاكتئاب، مفيده للقلب. هو اصلا طعمها رهيب. والناس بقى اللي بتحب البليله، عارفين طعم البليله الحلو ده؟ يا سلام بقى. وبتعمليها يعني انت بقى دوري على جوجل كده شوفي الطريقه ازاي اللي تحبيها. بس فعلا انا حبيتها، ولادي حبوها جدا. طبعا خل التفاح، خل العنب، اللي عندها عايزه تعمل رجيم، اللي عندها شعرها فيه مشاكل، فعلا بينظف فروه الراس جدا. حطي شويه على ميه تعكي فيهم فروه الراس، بيودي لو في التهابات لو في قشره. رهيب. طبعا ملح الهيمالايا غني عن التعريف. بعيدا عن مشاكل الملح اللي احنا عارفينها والضغط، والناس اللي يعني بيبقى عندها ضغط والحاجات دي، ملح الهيمالايا تحفه. مش هتكلم عنه كتير لان هو غني عن التعريف. بابريكا، وجمال البابريكا وريحتها. انا فعلا مش طالعه عشان اعمل اعلان ولا دعايه لاي حاجه، انا فعلا جربت الحاجات دي قبل ما اطلع اتكلم عنها. البابريكا اللي انا بجيبها، انا جبت يعني كان نفسي اجيب لكم اللي عندي في الثلاجه. انا طلعت حبه من هنا وحبه من هنا، حاجه ما شاء الله. لا لا بجد براند محترمه، صحتك تهمنا. ربنا يبارك فيهم يا رب. انا كنت بتكلم مع البنوته صاحبه البراند، بتقولي انا بقف على ايديهم فوق، يعني في كل حاجه بتقف على ايديهم. ف اي حاجه هتجيبيها هتبقي مطمنه فعلا ان هي طبيعيه 100%. انا عايزه اقول لكم على الخل. صحيح انا اول مره اجيب خل تفاح وخل عنب بجد. التقل ده انا يعني لو الكاميرا هتجيب التقل ازاي، انا كانهم جايبين عنب عصرينه بجد حاطينه في الازازه. وخلي التفاح نفس الكلام تقيل. انا اول مره فعلا اجيب حاجه بالمنظر ده. مش عارفه الكاميرا هتجيب في حاجات حلوه جوه. ومفيد جدا جدا. انا بحب احطه على السلطه، وبحب اغسل بيه فروه راسي. حلو قوي. مش ناقص اي حاجه. طبعا زيت الزيتون بتاعهم عالي الجوده فعلا. ومش اول مره اجربه، يعني انا ما فتحتش الازازه عشان هي مش اول مره اجربها، لسه في جوه. ففعلا تحفه تحفه تحفه. يعني انا البراند ربنا يبارك فيهم، وسعيده ان انا بتعامل معاهم، ومش ندمانه ابدا على اي فلوس هتدفع في البراند ده. والمنتجات دي اللي هي قدامي، وفي منتجات تانية حلوه جدا.
انا صاحبتي جربت من عندهم كريم سم النحل عشان العظم. انا ما جربتوش، صاحبتي جربته كان رجلها بتوجعها، بتقول لي ممتاز ممتاز ممتاز. فانا قررت ان انا اجربه ان شاء الله المره الجايه لو جبت منتجات تانية هطلع واقول لكم برضو عليها، لان فعلا صحتك تهمنا. لو الكاميرا تقرب مننا ممكن نشوف اهو واتساب. على فكره ناس ذوق جدا، محترمين جدا في التعامل، ما تاخروش عليا في التوصيل. يعني اول ما طلبت الاوردر اتشحن على طول، فربنا يبارك فيهم، وذوق جدا في الرد وذوق جدا في التعامل. فيعني انصحكم فعلا تجربوا البراند ده. صحتك تهمنا هو فعلا اسم براند في محله طبيعي 100%. ربنا يبارك فيهم يا رب. انا كنت بتكلم مع البنوته صاحبه البراند، بتقولي انا بقف على ايديهم فوق، يعني في كل حاجه بتقف على ايديهم. فاي حاجه هتجيبيها هتبقي مطمنه فعلا ان هي طبيعيه 100%.